في الفيديو ده أنا طالع أكلمك في حاجة معينة، وهي لما تكون في علاقة مع بنت ما، اوعى تفضحها بعد ما العلاقة بتاعتك تنتهي. يعني ما تكونش حد وثق فيك، وبعد ما وثق فيك مثلا فانت تبدأ تلقح عليه بستوريهات على واتساب، على انستجرام، على فيسبوك، ايا كان، او تبدأ انك توري الشات اللي كان بينك وبين الشخص ده اللي وثق فيك لحد من صحابك، وتبدأ تفرج الناس على الشات اللي كان بينك وبينها والصور والريكوردات والحاجات دي كلها. لأن أصلا البداية كانت غلط، يعني بداية العلاقة أصلا كانت غلط، لأن ما ينفعش أصلا يكون في علاقة بين ولد وبنت في سن صغير. وأكترية العلاقات اللي بتحصل دلوقتي بين الشباب وبعضهم أصبحت هي علاقات فكرة فور فن، اللي هو الموضوع بالنسبة لهم عادي. فهي ممكن تبعت له فيديوهات، ممكن تبعت له صور، ممكن تبعت له كل الحاجات دي. طبعا الكلام ده غير صحي بالمرة. دي حاجة التانية في الشرع حرام. لكن فرضنا ان الموضوع حصل وعملتوا الحركة دي والحاجة الحرام دي، الفكرة هو هنا بقى انك ما تخذلش الشخص ده اللي وثق فيك وبعت لك فيديو او بعت لك صورة او بعت لك اي حاجة، وتبدأ انك تنزل الستوريهات عليها او تبدأ انك تلقح عليها او كل الكلام ده. لان البنت اللي وثقت فيك دي وحبتك بجد وصرحتك بحبها وانت صرحتها بحبك، ما تخذلهاش بعد لما تسيبها. يعني خلاص العلاقة بتاعتكم انتهت عند حتة معينة في فترة معينة في وقت معين، خلاص أول حاجة تعمل لها بلوك وتقفل الموضوع وخلاص أكنها ما حصلتش، وتتوب بقى عن الذنب ده. يعني تتوب عن الذنب اللي انت بتكلم في البنت ده. لكن انك بقى تتمادى في الغلط وتبدا انك البنت مثلا مش عايزاك تكمل معاها او حاجه، فانت تبدا تنزل لها السيرفيهات وتنزل لها فيديوهات والكلام ده، فده اكبر غلط. وخليك دايما عارف ومتيقن ان كما تدين تدان. يعني ما تقوليش اصل أنا مش هتترد، لا، انت ما عندكش اخوات بنات بس ممكن تخلف بكره، مش هتخلف هتترد في مراتك، هتترد في حد انت عارفه. فاللي انا عايز اقوله لك، ما تعملش حاجه تندم عليها بعدين. هي فكره انك تنزل ستوري البنت او تفضحها، او انك تنزل لها حاجه كانت بعتها لك في برايفت. فبالله عليك، يعني دي رساله للشباب اللي من سن 15 ل 20 سنه، لما تكون في حاجه فور فان زي كده ما تخسرش نفسك وتتساق مع فكره البنات. وفي نفس الوقت لو البنت كلمتك وانت كلمتها، الشات اللي اتنهى عنده الكلام يتنهي عنه فكره انك تعمل له ديليت. فبس دي الحته اللي انا كنت عايز اكلمك فيها النهارده. سلام.